الملكة رانيا العبد الله تصل إلى مطار الدوحة الدولي وبرفقتها خطيبة ابنها ولي العهد الأردني الآنسة رجوة آل سيف. لحظة وصول الأميرة هايا بنت الحسين من بريطانيا إلى مطار الدوحة الدولي لحضور افتتاح كأس العالم لعام 22، وفرحة الشعب القطري ورقصة الأميرة هايا على أنغام الجمهور القطري في مباريات اليوم في الدوحة. السلام عليكم وأهلا بكم وفيديو جديد. الملكة رانيا العبد الله تصل إلى مطار الدوحة الدولي وبرفقة خطيبتها ابنها ولي العهد الأردني الأمير الحسين والآنسة رجوة آل سيف لحضور افتتاح مباريات كأس العالم بالدوحة. والديوان الأردني يعلن رسميا عن موعد مباراة الأردن في قطر، والملك عبد الله الثاني يساهم بطائرة نقل الجمهور الأردني إلى قطر لحضور مباراة كأس العالم لعام 22، والأمير الحسين يصل مطار الدوحة ومعه الآنسة رجوة آل سيف. واستقبال حافل من الشيخ تميم لحظة وصول الأمير الحسين مطار الدوحة، كما أن الشيخ تميم بن حمد يستقبل قادة الدول العربية المشاركة في حفل افتتاح كأس العالم في قطر. فرحة الشعب القطري بافتتاح كأس العالم لعام 22 وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما أن انتشر مقطع فيديو قصير يظهر فيه الأمير الحسين والملكة رانيا العبد الله في مطار الدوحة بقطر، كما أن رفض الملك عبد الله الثاني حضور حفل افتتاح كأس العالم الذي يقيم بقطر. وغضب الشعب الأردني لحظة وصول الملكة رانيا العبد الله والأمير الحسين في مطار الدوحة الدولي، وكان استقبالا غير مرحب به. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك اعمل لايك وشير، واشوفكم بكرة في فيديو جديد.